يا مساء الخير على كل متابعينا الكرام. معانا النهارده الشاب المكافح ابراهيم شكري الشهير ببيبو الجوكر، طالب بكليه سياسه واقتصاد وحاليا بيحضر دكتوراه. الشاب الناجح ده ابن شبرا الخيمه المقيم بمحافظه السويس. زي ما حضراتكم شايفين طبعا معانا اكسسوارات وحاجات كتير بيبيعها. خلينا نعرف بقى منه كل التفاصيل وايه سبب نقله من شبرا الخيمه لمحافظه السويس. اهلا بيك يا بيبو. اهلا بحضرتك، اتفضل. عرفنا بقى في البداية ايه سبب مسمى بيبو الجوكر اللي انت مشهور بيه بمحافظة السويس؟ والله هو انا اصلا شهرتي لوحدها بيبو، ده كدلع ابراهيم وعلى طول متعود عليه. بعد كده الجوكر ديت نظرا مش بعرف اقول ان الناس بتفتكره انه خاص بالجوكر بس بالنسبه لي انا بيفرق كتير يعني. ممكن نسمع عنه حاجه في الاخر، بس نكمل بقيه الشغل بتاعنا. اول حاجه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده المستمعين الكرام، ناسف جدا للازعاج ولاقتحام المجال ولقطع الروقان واختراق احاديثكم التي كانت متواصله ومتبادله بينكم الان ولعدم الاطاله. اسمعوا مني اللي هقوله لكم الان. اسمع مني اقول لك ايه، اسمع يا فندي، اسمع يا بيه. ماربيلا فندي اتفقوا عليه، ده كلامه عيب والله يا بيه. عليه يقول له تشك عليه، يخطفوا عليه ماربيلا ده ايه، وبعد ما شمشمنا ويطفوا لو بنقولوا عليه يجيبوا الجوكر خلص نفسه بالرساله جاب الحق عليه. يجيبوا الجوكر هيدخلنا جوه الناس والالغاز، والشاطر من جوه كلامه هيطلع حل الالغاز. البس البس ده السلبنا، نزرع كلمه في ودن منا، علق حلق فك الشفره في المعلومه تلاقي الفكره. على الاسفلت تمشي الناس والكتب بيلبس على الراس، فاهم مننا قطع فينا وعدى الناس من جوه الناس. في البيت قطه وعامله زغطه وسط الناس زي البنزين، ماشيه وطايحه مفيش احساس على البشريه شمال ويمين. اللي لابسه مقطع بين ولا محزه والباي منظر، هو خلاص ما بقاش احساس. ايوه خلاص ما بقاش احساس. طب حد يلجم او يتحكم، ما بقاش فيه ولا بالنا خلاص. البنا وعاش الناس عايزه عريس، نفسها اتجوز والعرسان مش لاقي ناس. بعد ما عدى الوحش عليهم ميت خلاها اشكال وخلاص. عايش بكره على الاحساس، غير اساسكم هو الراس. تهرب من واقع متلخبط وتبدل الماس بازاز. تقدر تمشي تعيش وتحسس وانت مكانك على الهزاز. مات البنا وعاش الناس. كان في زمان راجل بنا لما بيبني تمام، كان ببنايه في سن العشره وقت غيابه كانه تمام. كان يتصرف يعني يشكل بيت واثنين وثلاثه كمان، ده ابو 10 زمان. بعد الوقت بشبر ونص بيغرق ابو 50 ناس. مات البنا وعاش الناس. سبعناكم فعلوا ناس عايزين اختك بساعه ثانيه وتخليها تخص خلاص وتعيش الاختين في عنايات وتشغل الناس في الانباء وحكايه ورا حكايه حياه هنعيشها وامرنا لله. ده المطلوب من كل الناس، خطه بتتنفذ باساس وتخلف بدل الاحساس. فقر وبلطجه جوه الناس، الجنس يحرك وينفذ وحرامي بيستلم الكاس. اسمع بقى ده كلام حساس علشان يبقوا الناس على الناس والكوكب ينقص من الناس والبشريه اللي عددها ويوصلوا مليار الناس. ما تخلف بقى مش احساس، قول نعوذ برب الناس. بعد العسره بتيجي اليسرى والايام بتنسي الناس. ده ناس مين ما بقاش ناس. هو طالما الناس على الناس ينفع تيجي تقول للناس اصل الدنيا اساسها يا صاحبي كان مبداها الناس للناس. كان الجار بيود الجار قبل الصحبه واهل الدار. كان يتمنى في لو عنده واللي يساعد الناس ويلم من الحب جاز. بعد الوقت زمان ما كانت اول بكت اللي يعد هنا. والناس بقوا كده كده على الناس. شعبيات بيبو الجوكر على اليوتيوب بيبو الجوكر ويساعدني زيارتي طبعا. نورتنا جدا يا بيبو بجد. يعني انا شايف ان انت بتعمل شو جميل جدا وانت وقاعد هنا على الرصيف بتبارك الصورات بتاعتك والحاجات بتاعتك وبنغني مع بعض وبنعمل شو طب خلينا في البدايه بقى نوضح للساده المتابعين ايه سبب المسمى بتاع بيبو. احنا كده عرفناه تمام، قول لنا بقى نظرا للكلام اللي حضراتكم طبعا اكيد لسه سامعينه دلوقتي اللي هو قريب جدا من نمط الجوكر، فعشان كده الناس لقبت بيبو الجوكر. عشان كده بقيت مشهور بمحافظه السويس ببيبو الجوكر. في 27 محافظه، دي اخر محافظه هدخلها بعد الجوله بتاعتي بالسلع اللي معايا. يعني انت لفيت ال 27 محافظه بتوع جمهوريه مصر العربيه. بخش وببيع مع الناس وبنقعد مع بعض وبنتعرف على بعض وبنبقى صحبه حلوه كمان فيما بعد. ربنا حابب فيك خلقه يا رب وتبقى مشهور في الوطن العربي كله. دي مهنه اسمها مهنه تاجر الشنطه، كانت موجوده مسبقا وبعد كده اتلغت نظرا لتغير الاحوال المناخيه والاقتصاديه. بس انا حاولت ان انا ارجعها تاني وتمشي في وسط الناس تاني عشان الناس نرجع نوفر مع بعض تاني ونعتمد بثقه البيع والشراء ما بيننا تاني. طب قول لنا بقى اشمعنى المهنه دي اللي انت بدات فيها؟ يعني انت اللي عرفناه ان انت انا اصلا سيلز وماركتنج. اخر حاجه اشتغلتها قبل السلعه اللي معايا ديت كنت مدير تسويق ومبيعات في قرى سياحيه وشركات بدون مسميات، سواء في السخنه او في الساحل الشمالي او حتى في التجمع الخامس. طبعا كنت بشتغل بالاكسبيرينس بس بالخبره، لان انا معيش شهاده. لما ما ساعدنيش الحظ ان اكمل واخد شهاده. واللي كان بيأثر على اي صاحب شغل بعد بشتغل معاه هو انه بيصادف ويقتنع مني انا بنفسي في عرض بالبيع والشراء، تعالى اشتغل معايا. وده الحمد لله اللي كان بيحصل معايا في كل مره. وفي الاخر قررت ان انا كل الخبرات اللي لميتها من جميع اصحاب الشغل اللي اشتغلت معاهم في جميع المجالات سيلز وماركتنج
ماركتنج استغلها لنفسي في كارير خاص بيا، وهو تاجر الشنطه اللي ان شاء الله يرجع يشتغل تاني على ايده. طب خلينا بقى نعرف منك بالتفصيل كده ايه المنتجات اللي انت بتبيعها. كل ما يحتاجه اي فرد لحاله، وتقدر تقول كده all you want، ما عدا الذهب والفضه والملابس والاقمشه. طب خلينا كده نشوف حاجه. تمام. ادي كيس ولاعات. الولاعه في اي محل بتتباع ب5 جنيه. ارخص كيس ولاعات معانا 2 ب5. واحده الواحده فيهم لوحدها بره ب5 جنيه. كيس 2 ب5 عشان برضو بنساعد على محاربه الغلاء. كيس 2 ب10. كيس 2 ب20. في بعد كده بقى الصب دوت بنبيعه ب100. الساعة الكاس الياباني جي شوك بنباع ب 250، سعرها وصل في المحلات 480 و500. ميدالية جلد ب 20 جنيه. هاند فري بيتباع ب 20 و25، بنباعه ب 15. وفي معانا زبون جاي اهو. اتفضل يا باشا، اتفضل يا استاذ سعادة الباشا، اتفضل. ايه رأيك في السلع الموجودة معانا حاليا النهارده؟ معانا من اول ولعتين ب5 جنيه ودي مش موجودة حاليا، لحد الساعة جي شوك اللي ب 250 جنيه وفي المحلات ب 480 جنيه. تقدر تاخد معانا الهاند فري ده ب 15 جنيه بدل 20 جنيه. الساعة الرولكس اللي عمرها ما نزلت شارع ومفيش بياع مسك ساعة رولكس بننزل بيها باعها في الشارع. بدل من 1700 و1800 بنشيل ال 1000 وبنبيعها ب 700 بس او ب 800 بس، سواء معدن او جلد. دي كوب اكيد. عمر ما ببيعش حاجه اوريجينال غير الابل. ده صب ريلمي بيتباع في شركات فودافون واورنج والاماكن ديت ب 230 جنيه. انا ببيعه ب 130 جنيه. الايربود جرب طبعا، وصل وجرب. الايربود الايفون الاوريجينال ايربود 3 بيطلع من المحلات ب 1950 جنيه، انا ببيعه ب 1000 جنيه فقط. ودي تشكيله من بعض السلع الاستهلاكيه. ده الصب اهو اشتغل اهو، معجزه. حجمه صغير بس صوته عالي. ده عامل كام الصب ده؟ ده 130 جنيه معانا بس. 130. عندك خواتم كمان. تنجستين بيطلع من محل خاتم التنجستين ب 450 جنيه، ببيعنا ب 150. والانسيال الرولكس ب 650 جنيه بدل من 1650 جنيه. وعندك ساعات وعندك هاند فري. اول يو وانت. حلو قوي. باختصار اول يو وانت. طب ماشي انا هاخد ده. تمام. والخاتم التنجستين فيه الازرق وفيه الاسود. خدهم الاثنين. طبعا زي ما حضرتكم شايفين الاثنين نعمل معاك فيهم عرض حلو. الاثنين نعمل الواحد ب 150. بيتعامل طبعا مع كل زبون بحب وكل الصفات الكويسه مع الزبون بيتعامل بيها زي ما شايفين طبعا. وجيب 5 زبون ان هو بس يشتري للاسف بدل ما ما كان فيهاش ال 4 جنيه داخل مكسب، حاجه بسيطه غير 4 جنيه 3 4 حاجات. 30 بس. ماشي انا هاخد دول كده. تمام. ده فضه مصري واستانلس. فضه مصري 75 والاستانلس ب 15. مبروك عليك يا باشا. طب انت بقى تعمل معايا واجب في دول بقى كلهم. انا هعمل معاك واجب في دول كلهم يا باشا. خلينا في الاول قبل ما تحاسبه نعرف منه بقى يعني ايه السبب ان هو جه وقف هنا واشترى منه. محافظه تعتبر محطه من ضمن المحطات. مساء الخير يا جماعه، انا اسمي احمد خيري، مدير شركه تداول اسمها MT. انا لما لقيته عارض حاجات كده لفت نظري، عنده شويه حاجات. ايه اللي عجبك على الفرشه وايه اللي عجبك في بيبو الجوكر؟ والله هو انك تيجي تشتري من عنده بالرغم ان انت ماشي بالعربيه عادي، وقفت ليه جنبه وجيت انك تبص على الحاجه اللي عنده؟ والله يعني هو عنده كوليكشن حلو قوي، سواء ساعات او حظاظات او يعني حتى الصب الصغير ده صوته حلو قوي، صوته عالي قوي على قد حجمه ان هو صغير، بس صوته حلو جدا، صوته عالي. وبرده عنده ساعات حلوه جدا بغض النظر يعني عن هي كوبي، بس سعرها كويس. ساعه رولكس ب 600 جنيه او ب 700 جنيه حاجه زي كده، مظبوط. 700 جنيه. وعنده ولاعات، يعني حاجات الناس كلها ممكن تشتريها ايا كان، سواء رجاله او ستات. ممكن ست تجيب ساعه مثلا منه هديه لجوزها، تجيب حظاظه لابنها، تجيب ساعه لابنها.
والعدم بقى ايه رايك في نوع من انواع الماركتنج اللي بيعمله للزباين؟ لا هو يعني هو ما شاء الله عليه، يعني بياع شاطر، لسانه كويس مع الناس وذوق جدا، جنتل قوي مع الناس، وكمان برضه بضاعته مش غاليه قوي، يعني ممكن اي حد من اي فئه من الشعب يشتريها، وده اللي هيساعده لان هو بيشتغل على كل الفئات. بالنسبه للاسعار اللي انا سمعتها دي، ممكن اي حد ايا كان مستواه المادي يشتري منه اي حاجه. ميرسي، شكرا. طبعا زي ما احنا عرفنا كده، ده زبون من الزباين بتاع بيبو الجوكر. الحاجات دي كلها لاخويا وحبيبي، واول مره يتعامل معايا هعمل معاه واجب 10/10 بعد الواجب اللي انا بعمله اصلا مع الناس طبيعي، بخصم بحرق الاسعار اللي انا بعمله. السلعه اللي مع الاستاذ ديت كلها هتبقى عامله 560 جنيه، هناخد منه بس 380 جنيه، وده واجب من اخ لاخوه في اول عربون تعامل. خلي بالك كده، كل المتابعين اللي عندي هيجوا يشتروا منك عشان الخصم ده. اتمنى ذلك والله، بدل 560 يبقى 380. ربنا يكرمك يا رب. يا باشا 400 جنيه، احلى 400 جنيه من الباشا. دغري هنيجي دغري ونصبح على الناس الدغري، شكر بشكر وكسب الحب، والمسا على الناس التايهين، اصحى التايهين، خليكوا تايهين 23 عامله لكم كمين. معلش بس سؤال صغير كده، أؤمرني يا كبير. احلى 20 شنط كاس للاسف، بس ممكن نعمل عرض تاني حلو. ايه هو؟ ونطلع الشنطه الجلد الكروس ديت اللي بتتباع في اي مكان ب 150 جنيه، ونديله الشنطتين ب 200 جنيه. جلد جديد، جلد جميله جدا، تشيل كل حاجه هو جابها. احلى 200 جنيه في الدنيا، وكده يبقى لمينا الكوليكشن كله في شنطته كمان، والف مبروك عليك يا باشا. طبعا زي ما الساده المتابعين شافوا، طبعا ده نوع من انواع الماركتنج الناجح بتاع بيبو الجوكر. طبعا الزبون داخل يتفرج عادي، اقتنع بالحاجه اللي هو اخدها، وكمان حب ان هو ياخد شنطه، فاقنعه ان هو ياخد شنطتين كمان بسعر شنطه واحده. الحمد لله، ربنا يحبب فيك خلقه يا رب، وباذن الله كده اشوفك انجح الناس. محبه الناس كنوز، وبجد انت من انجح الشخصيات المكافحه، وشاب ناجح، وربنا يوفقك ويكرمك يا رب، واشوفك كده في اعلى مناصب. هنتظركم في زياره شعبيات بيبو الجوكر على اليوتيوب باذن الله. بس ما ننساش الخصم اللي انت قلت عليه، كل المتابعين اللي هيجوا هنا اكيد كله له خصم، ان شاء الله، كل واحد له خصم. هقول لحضرتك بعد اللايف حالا على طول. بشكركم جدا، وزي ما حضراتكم شفتوا الشاب المكافح ابن شبرا الخيمه المشهور في محافظه السويس ببيبو الجوكر، وكمان في ال27 محافظه على جمهوريه مصر العربيه. طبعا الشاب المكافح ابن البلد، ربنا يوفقك يا رب ويكرمك، واشوفك كده اشهر بياع في مصر كلها. يا مساء الخير على كل متابعينا الكرام. معانا النهارده الشاب المكافح ابراهيم شكري الشهير ببيبو الجوكر، طالب بكليه سياسه واقتصاد، وحاليا بيحضر دكتوراه. الشاب الناجح ده ابن شبرا الخيمه المقيم بمحافظه السويس. زي ما حضراتكم شايفين طبعا معانا اكسسوارات وحاجات كتير بيبيعها. خلينا نعرف بقى منه كل التفاصيل، وايه سبب نقله من شبرا الخيمه لمحافظه السويس. اهلا بك يا بيبو. اهلا بحضرتك، اتفضل. عرفنا بقى في البدايه ايه سبب مسمى بيبو الجوكر اللي انت مشهور بيه بمحافظه السويس؟ والله هو انا اصلا شهرتي لوحدها بيبو، ده كدلع ابراهيم وعلى طول متعود عليه. بعد كده الجوكر ديت نظرا بعرف اقول اللي الناس بتفتكره انه خاص بالجوكر بس بالنسبه لي انا بيفترق كتير، يعني ممكن نسمع عنه حاجه في الاخر، بس نكمل بقيه الشغل بتاعنا. اول حاجه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده المستمعين الكرام، ناسف جدا للازعاج ولاقتحام المجال ولقطع الروقان واختراق احاديثكم التي كانت متواصله ومتبادله بينكم الان، ولعدم الاطاله اسمعوا مني اللي اقوله لكم الان. اسمع مني اقول لك ايه، اسمع يا فندي واسمع يا بيه. ماربيلا فندي اتفقوا عليه، ده كلامه عيب والله يا بيه. عليه يقول له تشك عليه، خطفوا عليه ماربيلا ده ايه، وبعد ما شيف سابنه يطفوا ماربيلا وبالبينوا عليه. بيبو الجوكر خلص نفسه في رساله جاب الحق عليه. بيبو الجوكر هيدخلنا جوه الناس والالغاز، والشاطر من جوه كلامه هيطلع حل الالغاز. البس دسم بينا، نزرع كلمه في ودن زميلنا، علق فك الشفره في المعلومه تلاقي الفكره. على الاسفلت بتمشي الناس، والكتكوت بيدوس على الراس، فاهم منينا يقطع فينا وعدى الناس من جوه الناس. في البيت قطه وعامله زغطه، وسط الناس دايسه البنزين، ماشيه وطايحه مفيش احساس، على البشريه شمال ويمين، لابسه مقطع بين ولا محزه والباي منظر، هو خلاص ما بقاش احساس. ايوه خلاص.